لو حد زنى ومات هيدخل النار؟ يا صاحبة السؤال، علمنا العلماءنا في الأزهر هم بيدرسون العقيدة الطحاوية، وأهل الكبائر، آه، آه، كان الإمام الطحاوي، هفتكر لك النص، يعني معنى الكلام: وأهل الكبائر مرجون لأمر الله، يعني ما نعرفش نحكم عليهم. إن شاء عذبهم في النار بعدله، وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة برحمته. يعني أهل الكبائر دول إحنا، هو اللي بيزني ده ليه عذاب متقال في القرآن والسنة، واللي بيقتل، واللي بيترك الصلاة، اللي هي الكبائر ال70 كبيرة اللي مذكورين في كتاب الكبائر الإمام الذهبي. بس كل واحد ما صلاش هيخش النار حتف؟ الجواب لا. هو استوجب، يعني عمل اللي يدخله النار، بس هل ربنا هيدخله النار؟ الجواب لا، مش كلهم. في ناس هتخش النار بعدل الله يفعل ما يشاء ومحدش ليه عند ربنا حاجة، أنا اللي عملت كده في نفسي. وفي ناس ربنا هيرحمها. فاللي زنى ومات هيخش النار إلى أمر الله، إن شاء عذبهم في النار بعدله لأنهم عملوا كبيرة من أكبر الكبائر، مفسدة للنفسية والفطرة ومظلمة للروح والقلب، أو أدخلهم الجنة برحمته، يفعل ما يريد.